السلام عليكم. اليوم فيديو مالتنا مميز ويختلف عن الفيديوهات السابقة. راح نحكي عن البلوجرية اللي يحجون عن طرق تبييض الأسنان بالأدوات المنزلية. نشوفكم أول فيديو. أول بلوجر وياني ما يخلص وبس يخلص برجع وبكرر نفس الخطوات. رح احط فيه معلقه من حب القرنفل. حب القرنفل بيجي بهالشكل هاد للي ما بيعرفه، واحنا بدنا اياه يكون مطحون. اول خطه ويانا اليوم يا حبايبي هي قرنفل. فوائده كثيره، هو مسكن للالام. اذا عندك التهابات في اللثه والى اخره، فهو معالج يعني بيعالج او بيساعد في انه رائحه الفم الكريهه تبطل تكون موجوده. وكثرت شنو مضارها فوائده كثير فظيعه للاسنان ولصحه اللثه والاسنان. هاي المحاسن يعني طبعا اذا كانت مخلوطه ويا معجون الاسنان العادي. الزنجبيل المطحون. الخلطه الثانيه وياني بهالشكل الزنجبيل. طبعا بس بدي اقول لكم شغله، الزنجبيل المطحون برضه بيساعد على تبييض الاسنان، ونفس الشيء رائحة الفم. وإذا عندنا التهابات في اللثة، على العموم الزنجبيل يعني هو لازم ينخلط بصير متجانس هو والقرنفل ويا معجون الأسنان. لما أنا سمعت هاي الخلطة، هاي خلطة كيميائية طبية مو هنا، مو عمل منزلي هو. أنا معجون الأسنان اللي كنت أستخدمه لتبييض الأسنان. اي صحيح، صديقتي اللي قالت لك هالخطوة والفيديو اللي شفتيه من بلوجر ثانية كانت تنصب عليكم. فأنا تأكدت إنه الصبية هاي تحكي. على العموم خلصنا أول فيديو. فوقتها تشجعت إنه أنا أجرب المسحوق هذا. القرنفل أو الزنجبيل لازم خلطة متجانسة تصير، وهي موجودة بأغلب معاجين الأسنان طبعا. وإذا تشوفون حتى مرسوم عليها قرنفل أو مرسوم عليها زنجبيل أو اثنيناتهم سوا. هاي متن خلطة منزلية، هاي بيها سايد افكت فظيع لأن خلطة غير متجانسة وخلطة بكميات قوية جدا تؤثر على الأسنان. أول صورة نشوفكم إياها لتأثير الزنجبيل وتأثير القرنفل على الأسنان. تفضل تشوف. هذه حالة من الحالات للصير لما الخليط يصير أكثر من الدوز المقبول، يعني أكثر من الكمية المطلوبة بالمعجون الأسنان، يسوي تأثير كلش مضر على اللثة، ووراها راح تروح لطبيب الأسنان للمعالجة. وهذا الشيء غلط. لازم تحط بالك انه هذا الخلطات اللي يسووها البلوجرية مضرة اكثر مما هي نافعة، وما تبيض الأسنان مستحيل لأن ضرها أكثر من نفعها. فنعبر هذه البلوجر لأن هاي البلوجر يمكن أذت هواية عالم. البلوجر الثاني طبعا هذا الفيديو جاب 10 مليون مشاهد، هذه ما أعرف شلون العالم يصدق لي. شوف جاب ثوم وملح طاسة فارغة، راح يجي يسوي بالخلطة العجيبة. جاب ليمونة، ايش راح يسوي بالليمونة؟ يجيب الليمون يغسلها، حط ملعقة صغيرة خطايا، هو ما يريدكم تكثرون. حط ملعقة من الليمون وعصرها بيده. المهم حط ملعقة بالطرطش جوا مع الليمون. المهم كمية ملعقة واحدة. الكركم والله أنا عايش والله الكركم هسه أحكيلكم إياه نكتب. هذا قاعد يسوي لبلبي، هذا قاعد يسوي خلطة تبييض أسنان. فوق كل هذا راح يجيب لك هسه معجون أسنان سنسوداين. تفرج جاب معجون أسنان سنسوداين، يسوي دعاية سنسوداين. أدري بس أمريكا قاعدة تكفش بشعرها وتقمز على الخلطة الرهيبة اللي سويتها. على العموم انتهى الفيديو مالته، جاب 10 مليون. ما أعرف العالم شلون شافته وشلون استخدمته. المضار اللي يسويه هاي الكركم هذا كثرته هيك يسوي الأسنان. هذا كان يسوي لبلبي بس غلط وحط فيها معجون أسنان سنسوداين على أساس لغمطة سويت لكم مبيض مال أسنان. سنسوداين واحدة كافي جدا، كافي بدون الخلطات الرهيبة اللي حطوها. على العموم حبايبي مو أي بلوجر يحكيكم شي صدقوا، ماكو هيك شي. احنا تعبنا ودرسنا 5 سنين واكثر، وبعدنا لازلنا نتعلم شنو الشغلات اللي نقدر والمواد الكيميائية اللي نقدر نحطها على مود نقدر نبيض الاسنان. فاغلب الناس اللي عندها تصبغات باسنانها هذا الشيء عادي تماما. تقدر تروح طبيب اسنان ينظف لك ويرجع لك السنون كما كانت في حالتها السابقة. للعلم
كل الأسنان بها مسامات، هاي المسامات تجمع أي تصبغات، الشاي، القهوة، الأكل اللي تاكله، كلها مسامات مفتوحة بالأسنان تجمع أي تصبغات، وهذا الشيء طبيعي على مود التصبغات أو على مود البكتيريا تتكون بالأسنان. الأسنان يعني ترى الإنسان يكون بكتيريا بحلقة، يعني كل نص ساعة تكون بكتيريا، وهذه مو بس تصبغات. إذا تشوفون أكو فد اصفرار أو بياض صاير قليل، هذا ما له علاقة بالتصبغات وتريد تبيضها وشان تفرج، هاي تروح بالتفريج العادي. فلهذا احنا ننصح كأطباء أسنان انه تفرج 3 مرات باليوم، وخاصة واحنا دائما نقول فرج قبل ما تنام وفرج ورا ما تقعد من النوم ورا الغداء. هاي احسن 3 مرات وافضل 3 مرات تفرج بيها على مود تحصل الابتسامة المثالية والتنظيف المثالي. وانا عندي فيديو تقدرون تفوتون تشوفون الفيديو شرحت بيه على طريقة التنظيف. شكرا لحسن المتابعة، ونشوفكم بالفيديوهات الجاية. مع السلامة.